السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشرة الأخبار السياسية الأولى لهذا اليوم، وفي أبرز عناوينها: المؤتمر الوطني يرحب بمنح مجلس الأمن الدولي طرفي التفاوض مهلة زمنية. رئيس المجلس الوطني يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر برلماني إلكتروني. وزير الصناعة يلتقي بمجموعة من المستثمرين السعوديين. في تفاصيل هذه النشرة، أعلن القطاع السياسي للمؤتمر الوطني عن ترحيبه بموقف مجلس الأمن الدولي الذي منح بموجبه طرفي التفاوض فترة زمنية إضافية. وأكد نائب أمين الإعلام ياسر يوسف على موقف السودان الثابت من اعتماد الحوار لحسم القضايا. يوسف على أمله فيتم استكمال التفاوض لحسم بقية القضايا. وأكد على المشاركة في المؤتمر لأهميته ولتطوير العمل البرلماني بالبلاد. قال وزير الصناعة المهندس عبد الوهاب عثمان إن صناعة السكر تمثل قاطرة الصناعات السودانية. وقدم الوزير عرضا لدى لقائه بمجموعة المستثمرين السعوديين شرح فيه مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مجال صناعة السكر بالبلاد. وأدعى عثمان لزيادة إنتاج القصب وتوسيع المساحات في المصانع القائمة. أوضح أن مناخ السودان الاستثماري يساعد البنيات التحتية في خدمة بعضها البعض. التقى وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر القائم الأعمال الأمريكي بالخرطوم، وبحث لقاء تطورات الأوضاع في دارفور ودعم وثيقة السلام بدارفور. وأكد الوزير أن حل قضية دارفور يمثل الأهمية القصوى لبرامج الحكومة السودانية، وأكد اهتمام الحكومة لإحداث التنمية الشاملة في ولايات دارفور المختلفة.